يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى كده يوم جديد. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجه كده، انا كنت مخططه ان انا هعمل حاجات كتير، كنت كمان كاتباهم كده بالورقه والقلم. فطبعا بما ان انا مش بتحكم في وقتي، ففي حاجات كتير بتبوظ مني. فحاولت على قد ما اقدر ان انا اظبط وقتي واسيستم دماغي ان انا ايه هعمل كذا كذا كده ورا بعض. المهم، اول حاجة عمر طبعا ما كانش نايم طول الليل، فصحينا متأخر. فقلت اول حاجة كده ان انا اديله شاور وعشان ايه اظبط بقى هدومه يبقى نضيف كده، وكمان اديله الرضعة بتاعته علشان ابدأ بقى ان انا اشوف انا هعمل ايه. فكانت اسهل حاجة ان انا ممكن اعملها ان احنا نجيب حاجة من بره ونكمل يعني بقية اليوم وكده. اول حاجة عملنا فطار. فطرنا بقى، جبنا فول وطعمية وجبنة وكده وفطرنا. بس طبعا كان متأخر، يعني كان الساعة 1. فكان طبعا الغدا برضه هيتعمل متأخر. فأنا ابتديت بقى ان انا اعمل الغدا، كان الوقت ده الساعة 2 او 3 كده. المهم، فقلنا هنعمل ايه، قلنا هنجيب سمك من بره ونعمل بقى رز كده بالشعرية. لان طبعا ما كانش فيه اصلا وقت ان انا اقف اعمل اي حاجة، لان هو بيزن كتير. يعني انا ممكن مثلا اكون بصور كل نص ساعة بوقف وبروح، بقعد معاه بشوفه عايز ايه بشيله بقى كده، لحد ما ابدأ ان انا اكمل تاني. عملت هنا بقى رز بالشعرية، طبعا كلنا بنعرف نعمله عادي خالص. اللي هو بجيب الشعرية وبعملها بالزيت واحط كده وسمنة. يعني بحط كتير سمنة وحاجة قليلة قوي زيت، وببدأ ان انا اصفر الشعرية. بس انا بحبها تكون لونها يعني بني شوية كده، مش قوي يعني متتحرقش مني، يعني تكون لون تقيل كده، بحيث ان انا لما احط عليها الرز الرز بياخد لون كده ويبقى شكله مفلفل وجميل. كنت غاسلة الرز بقى وسبته كده لحد ما اصفر الشعرية، هي ما بتاخدش وقت اصلا. عايزة بقى الرز بالشعرية دي يطلع معاكي حكاية بجد، ان انتي تزودي الشعرية. يعني تكون مثلا الشعرية قد الرز او اقل من الرز حاجة بسيطة، فبيطلع بقى حكاية بجد، بيطلع طعمه خطير. كمان هنا انا سخنت المية كده، قلت اما احط المية عليها وهي مغلية علشان ايه ماخدش وقت، انجز اللي ورايا على طول، علشان عمر لو عيط ان انا اقعد بيه بقى وكده. عملت بقى الرز وبعتهم بقى جابوا سمك من بره، وقلت ان انا ايه على ما اخلص بقى الرز يكون السمك خلص ونتغدى، بحيث ان احنا ما نتاخرش في الغدا. الفتره دي معدتي تعبانه جدا، مش عارفه هو بقى من الحر او برد، يعني من كتر بقى المراوح والكلام ده. الواحد بيتعب جدا. فبحاول ان انا يعني اخف في الاكل، اكل حاجه بسيطه، وكمان ما يبقاش الاكل دسم وكده. بس شوفوا بقى السمك المشوي ده، السمك ده بجد تحفة، طعمه خطير. وعملت كمان اللي هو الرز وجبنا الشيبسي وكان فيه بقى زيتون مخلل. الزيتون ده حد غالي قوي عليا جايبهولي من مطروح. زيتون مطروح يا جماعة بيبقى تحفة، كل انواعه جميلة. يعني انا عايزة اقول لكم ان هو اصلا لما بنجيبه ما بيقعدش. بتحسي فيه كده بريحة الزيتون كده، ريحته جميلة وطعمه كمان بجد خطير. وكمان بيبقى سعره أقل من المحلات هنا، يعني في مطروح دي بلده. فبيبقى جميل، وبيبقى كمان يعني هما بيزرعوه بقى في مطروح وفي سيوة وكده، فبيبقى حاجة جميلة. وكمان هم أصلا مشهورين بالحاجات دي، أي حاجة عموما، يعني حاجات بتبقى صحراوي وكده زي ما بيقولوا عليها بتبقى جميلة. بس هنا بقى كنا اتغدينا طبعا، بعد السمك لازم بيكون في شاي. ده اساسي عندي يعني. كنت عامله الرد على عمر.
سبت كده زي ما انتم شايفين كده كوباية مية، بحط الرضعة بعد ما بتتغلي، بغليها في الكاتل او في اي حاجة يعني، ابريق او كده، وبحطها في كوباية بحيث ان هي تبرد. لان الدكتور قال لي غلط ان انا احط المية سخنة في الببرونة، لان طبعا ده بلاستيك بيتفاعل مع المية السخنة. كمان ما ينفعش ان انا احط اللبن على المية وهي سخنة، لان بيفقد الفوائد بتاعته، فطبعا البيبي لازم ياخد كل الفوائد من اللبن. فبسيب الرضع المية كده لحد ما تبرد، يعني على المستوى اللي هو خلاص هو المفروض ان انا هديها له. وبعد كده بحط بقى عليها اللبن عادي، وبفضل ارج فيها وبديله الرضعة بتاعته. هو شوية مش بيعرف يرضع قد كده، يعني مش بياخد الرضعة كويس. فالدكتور قال إن لازم طبعا ان انا نص الرضعة كده، يعني بديله نصها، وبعد كده بشيله وبقعد اخبط على ظهره كده لحد ما احس ان هو بقى تمام، اديله بقى بقية الرضعة وكده. يعني الفترة دي بتبقى صعبة شوية في حياة اي ام. الفترة الأولانية بتاعت البيبي اللي هم أول 6 شهور بتبقى صعبة شوية، وبعد كده الموضوع بيبقى يعني كويس، وطبعا ربنا بيعيننا كلنا. بس المهم ان احنا يعني نهتم بالفترة الأولانية دي جدا. انا بحق يعني لازم اديله الوقت اللي هو الكافي ليه، علشان يعني ابقى اسسته كويس. بعد كده نبقى عدينا مرحلة الخطر دي، يعني في بعد 6 شهور بيبقى البيبي خلاص بقى عدى مرحلة الخطر، اللي هو خلاص بقى كويس، عرفت بقى ظبطت نومه، بدأ ياكل. فكده انا كمان ان شاء الله ان شاء الله الفترة دي هبدأ بقى ان انا اديله اكل كده طعامه حاجة بسيطة. فبحاول ان انا اعمل سيرش كتير على النت واشوف حاجات كتير. لان طبعا انا نسيت، يعني اياد عنده 3 سنين، فانا حاسة ان انا نسيت اصلا انا كنت بعمل ايه مع اياد. فبحاول ان انا كمان اخد معلومات علشان افيد عمر وكده، يعني اتعامل بقى معاه ازاي. بس الفترة دي بقى هبدأ ان شاء الله ان انا ادخله الاكل واحدة واحدة، بس بعد ما ياخد تطعيم ال4 شهور سوري. اليوم ده كان قبل التطعيم بيوم، يعني كان يوم 16. فكنت كمان عايزة اروق المطبخ واعمل كل حاجة ورايا، بحيث ان انا تاني يوم هروح ان انا اديله التطعيم، ومش هنكون نمنا طبعا طول الليل كالعادة يعني. فهنبقى طبعا جايين بقى مفيش خالص، يعني مش هقدر بقى ان انا اعمل اي حاجة، فلازم اروق الدنيا قبل ما امشي. وفعلا احنا رحنا وجينا ما كنتش قادرة اعمل اي حاجة، بس كانت الدنيا تمام وكل حاجة متروقة. عموما لما بيبقى المطبخ ما فيهوش حاجة، يعني بتبقى المواعين مغسولة، الرخامة نظيفة، ما فيش حاجة في المطبخ، ما فيش اي كراكيب، ما فيش اي حاجة، بيبقى الموضوع هادي وبتبقى الدنيا هادية، وبتحس اصلا ان انتي في تفاؤل كده. حتى لما بنعدي على المطبخ بنحس ان احنا متفائلين شوية. عموما اي مكان طول ما هو مفيش حاجة مش محطوطة في مكانها، كل حاجة مترتبة، بتحس ان الدنيا هادية، واصلا ده مريح جدا للاعصاب. يعني حتى لو انت حاسة بتوتر، او حاسة ان انت مقفولة من الشقة بتاعتك، او حاسة ان انت عايزة تغيري حاجة، يعني تغيري مود او كده، حاولي ان انت تكوني دايما مرتبة الشقة، مفيش اي حاجة مش في مكانها. ده بجد بيريح يا جماعة، جربوا. دي حاجة فعلا انا لاحظتها كتير يعني حتى لما بكون انا مش مرتاحة او حاسة ان انا متوترة، بقوم ارتب كل حاجة واحط كل حاجة في مكانها. وما سيبش حاجة بره، يعني الركنة نظيفة مفيش حاجة عليها، الصالة عموما كويسة ومفيش حاجة فيها. فبتحسي بقى بتفاؤل بجد، بتحسي ان انت كده مودك متظبط شوية. هنا كان عندي اطباق كتير، لان طبعا انا كان فطار وكان الغدا، وقبلها بيوم يعني كان العشاء من بالليل. معرفتش ان انا اعمل اغسل الاطباق وكده.
فقمت غسلتها، بس شلت اللي فيها كده وركنتها على جنب، بحيث ان انا تاني يوم يبقى سهل عليا ان انا اغسلها. كنت جبت الليفة دي قلت اجربها، بشوف فيديوهات كتير كده اللي هو ان الليفة دي ما بتبقاش كويسة لانها بتبوظ الايد سوري السلك ما بيبقاش كويس، لان هو بيبوظ الايد وكمان بيبوظ الضوافر. فانا لاحظتها فعلا في ايدي ان هي بتبقى ناشفة كده، وبيبقى فيها يعني في حتت كده بيبقى فيها بيسيب بواقي كده في الايد سمار وكده. بيبوظ الضوافر خالص، بينشف الايد. فحاولت ان انا بقى اجيب الليفة دي واجربها ان انا استعملها. كمان علشان الليفة دي تفضل نضيفة معاكم وريحتها كويسة، المفروض ان انتوا بعد كل غسلة بنجيب كده بولة صغيرة وبنحط فيها مية سخنة ونحط الليفة دي فيها وننقعها فيها شوية لحد ما تنضف وتبقى ريحتها كويسة. بس لازم المية تكون سخنة قوي، يعني تكون مغلية. وبس بعد كده بنسيبها بقى تنشف. يعني لو انت سبتيها الصابون لحد تاني يوم بتكمكم وريحتها بتبقى مش حلوة. كمان اما باجي اغسل المواعين بجيب سلكة نظيفة علشان اغسل بيها الكوبايات بالذات، لان الكوبايات بتلقط ريحة. يعني لو السلكة او الليفة اللي انت بتستخدميها فيها ريحة، الكوبايات بتلقط منها. فلازم تكون الليفة او السلكة نظيفة 100%. كمان لان كل حاجة لازم تتعقم، الكوبايات بالذات بنشرب منها مية كتير وكده، فلازم تكون متعقمة كويس. بعد كده بستخدم بقى الليفة في باقي الاطباق وباقي الحاجات اللي معايا. بغسل الاول الحاجات اللي ما بيبقاش فيها بواقي وما بتبقاش فيها حاجة لازقة، وبعد كده بكمل بقية الاطباق، وبعدين بسيب الليفة بقى اغسلها وكده واعقمها. بس هنا كنت قربت بقى اخلص، كان عندي كمية مواعين كتيرة. عايزة اقول لكم ان وانا بصور الكاميرا وقفت مني وما كنتش واخدة بالي اصلا ان التصوير وقف. فبعد كده كانت المساحة اصلا على الفون مفيش يعني. فحاولت بقى ان انا وقفت الكاميرا، وكنت اصلا خلصت بقى وكنت غسلت. كان فيه كمان حلل وكده غسلتها، بس مش هتظهر معاكم في الفيديو لان التصوير كان واقف مني. الموضوع اصلا ما خدش معايا حوالي نص ساعة، وكنت بقى غاسلة كل حاجة ومشطبة المطبخ وكل حاجة نظيفة، كل حاجة بيرفكت بجد. فكنت ارتحت كده نفسيا يعني. عايزة اقول لكم ان المطبخ ده اصلا مش بيفضى من الاطباق، حتى لو الاطباق خلصت بتلاقي فيه حاجات تانية، بتلاقي فيه كوبايات، بتلاقي فيه معالق، بتلاقي اي حاجة. كمان انا كنت بحاول ان انا اغسل كل حاجة، علشان تاني يوم كنت هجيب الفاكهة معايا واجيب خضار وكده، لان انا ما عرفتش اطلع اجيب اي حاجة. فكنت بغسل كل حاجة وعشان احط فيها الفاكهة، الاطباق بتاعة الفاكهة وكده. كمان غسلت التلاجة قبل ما تحطي في التلاجة اي حاجة. يعني قبل ما تجيبي سوق جديد او تجيبي خضار او اي حاجة، لازم الاول تغسلي التلاجة كويس. علشان كمان الحاجة لما تتحط ما يبقاش فيه كراكيب وكده في التلاجة، ويبقى شكلها منظم كده وشكلها كيوت اوي وجميلة كده. حتى لما حد يجي يفتح التلاجة ياخد حاجة، يبقى حاسس ان هو نفسه مفتوحة كده. بس هنا كنت غسلت بقى الحاجات دي. ما كانش فيه اصلا حاجات كتير قد كده، يعني هي كلها بس كانت حاجات بسيطة كده، بس عاملة كركبة معايا. كنت حاسة ان الموضوع تقيل كده. فاول ما بدخل على المطبخ عشان اغسل المواعين الاول بنضف الاطباق او اي حاجة من البواقي اللي فيها. بجيب الاول كيس وبحطه في الباسكت، وببدأ ان انا اطلع كل حاجة في الاطباق وارمي البواقي بقى في الباسكت. وبعد كده اغسل الاطباق واركنها على جنب بالمية، وبعد كده بقى ابدأ ان انا اغسلها بقى بالصابون وكده. بس هنا كنت قربت اخلص. كان عمر اصلا قرب يصحى، لان انا ما قمتش غسلت المواعين غير لما حسيت ان هو
هو هياخد على الاقل ساعة او ساعة الا ربع نايم، لان هو كان غاب فترة ما نامش، يعني غاب حوالي 3 ساعات ما نامش. فانا قلت بقى ان هو اكيد هينام فترة. فقمت بقى دخلت المطبخ كده وقلت اما اخلص المواعين مكان الاكل وبعد الغدا وكده، وانا لسه نشيطة كده ما قعدتش يعني. كمان كان فيه هدوم، كانت حاجات بسيطة يعني كنت عايزة اغسلها برضو. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اغسل الهدوم اول باول علشان ما يبقاش في تراكم كده حواليا. بحاول اخلي باسكت الهدوم دايما ما فيهوش اصلا هدوم، يعني بحاول ان انا افضيه اول باول. زي ما قلت لكم الكاميرا كانت فصلت مني، فكنت اصلا خلصت يعني فكملت عادي، وحبيت ان انا اوريكم الشكل النهائي يعني. شوف الفرق ما بين ان يبقى فيه كمية حاجات وراكي وفجأة ان الحاجات دي خلصت. على فكرة ما بين الكسل والنشاط حاجة يعني زي الشعرة كده. إيه لو انت شجعت نفسك وقلتي لا انا هقوم وهعمل هتعملي، لكن طول ما انت بتفكري في الحاجة قبل ما تعمليها مش هتحصل. يعني طول ما انا قاعدة بفكر ده انا عايزة اعمل واعمل واعمل، الموضوع هيبقى تقيل جدا. بس لو قمنا وحاولنا ان احنا نعمل، حتى لو بدأنا بحاجة بسيطة هنلاقي نفسنا جسمنا تلقائي بقى نشيط، وبقينا بنخلص كل اللي ورانا. يعني انا ممكن اكون قايمة بس علشان اعمل الغدا، فبلاقي نفسي وانا واقفة بعمل الغدا بغسل الاطباق ورايا في الحوض. في هدوم حاجة بسيطة بحطها في طبق وبغسلها. افضل حاجة ان احنا اول ما نصحى نشوف الحاجة اللي احنا عايزين نعملها ايه ونكتبها، نسجل كل حاجة حتى لو احنا ما عملناش كل اللي احنا سجلناه، او كان في حاجات كتير في دماغنا ومعرفناش ان احنا نعملها، فعلى الاقل هنكون عملنا جزء منها. يعني انا كنت قايمة بس عشان اعمل الغدا، فلقيت نفسي قلت لا لا طب انا اغسل الحاجات اللي ورايا، المواعين اللي ورايا، كمان ان انا انضف الرخامة ورايا. مش بس ان احنا نغسل المواعين، لا ده اهم حاجة التاتشات الاخيرة دي، اللمسات الاخيرة دي بتفرق جدا. كمان كان في هدوم عايزة تتغسل، فانا حطيتها في الغسالة وانا واقفة، شغلت الغسالة وعملت فيها. انا عادة بشغل الغسالة اللي هي النص اوتوماتيك لان هي بتنظف معايا جدا. الغسالة الاوتوماتيك مش بحس ان هي بتنظف اي حاجة، فيعني لا بقول الاحسن ان انا اعمل الحاجة تكون نظيفة وتكون كويسة. وفي نفس الوقت لو انا مثلا على طول بعمل اول باول مش هيبقى ورايا حاجة، مش هحس ان في هدوم كتير ورايا فهكسل واحطها في الاوتوماتيك. بس هنا كان ضن كنت خلصت. فحبيت اوريكم بقى، شفتوا شكل الرخامة وهي نظيفة بتفرق جدا. بس كانت المكافأة بتاعتي بقى ايس كريم، كان من فرايداي، كان تحفة بجد، كان وهم بالنسبة لسعره كان حاجة جامدة. بس كان اليوم خلص معايا واتمنى الفيديو عجبكم.